بعتبر القرار الأممي بشهر أكتوبر كان قرار رقم 2797، كان قرار تاريخي للغاية، وتم الترحيب به من قبل الطرفين، وهذا شيء مميز ونادر يعني، ومرحب به طبعا. فعندما يكون هناك قبول يعني من قبل طرفي صراع يعني عمره 50 عام، طبعا هذا شيء مؤشر يعني إيجابي. طبعا هو ليس سوى مؤشر، ولكن مؤشر إيجابي. فنحن بيأتي عملنا، نحن الولايات المتحدة هي مثل ما بتعرف حضرتك هي البين هولدر بالنسبة لمجلس الأمن بالنسبة لموضوع ملف الصحراء. فنحن من واجبنا ومن واجب أيضا الممثل الشخصي لأمين عام الأمم المتحدة السيد ستيفان دو مستورة، من واجبنا وفق مقررات هذا القرار الأممي، واجبنا نتواصل مع الأطراف يلي لحظة القرار، يلي هن المغرب وجبهة البوليزاريو والجزائر وموريتانيا. هيدي الأطراف الأربعة ملحوظة بضمن القرار، فمن واجبنا نتواصل معهم لإيجاد حل. هلا نحن صرحنا، كان في إلنا للحقيقة يعني إعلان عن لقاءات تمت، ولكن احتراما لخصوصية ولسرية هذه اللقاءات ولخصوصية الأطراف المعنية. نتحدث عن مدريد طبعا، عن مدريد أو غير مدريد. يعني احتراما لهذه الخصوصية لا ندخل بتفاصيل هذه اللقاءات يعني، ولكن نحن نعمل تحت سقف وتحت إطار القرار 2797، وتفصل دائما بين موقف الولايات المتحدة التي تعترف بمغربية الصحراء وخطة الحل التي أقرت في القرار. هل سيكون هناك لقاءات مقبلة بعد مدريد؟ طبعا إن شاء الله. نحن هذه اللقاءات رح تكون يعني رح تكون مستمرة، مش لأجل غير محدود. أكيد نحن المطلوب هو عدم التسرع، ولكن إجراء هذه الحوارات بشكل سريع. نحن يعني من